اهلا البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بيان. واليوم جيتكم فيديو جديده. رايحين نعملوا فيها واحد الماسك لابو كوم حنا دركا في لا سيزون تاع تشينا وتاع الحمضيات هذوما. دونك حبيت نعمل لكم واحد الماسك اللي هو فريمون افيكاس، يعاون لابو، عنده فوائد ياسر. جيسبر انه تعجبكم الفيديو هديه وجربوه وشوفوا النتيجه. يعني الناس اللي انتريسي بهذوما الحوايج يجربوه ويعطوني رايهم، سورتو الناس اللي يحبوا الوصفات الطبيعيه واللي نعملوهم في الدار. عبالهم بلي ما فيهمش مواد حافظه، ما فيهمش حوايج قادره تضر لابو ولا دي زانغريديون شيميك ولا هكا. تسمى كلش طبيعي. كاين ناس ياسر يحبوا حوايج بيو هك. هذا الماسك راهو يهبل وسهل خلاه. طريقه التحضير تاعو جيسبر يعجبكم. تبعوا معايا الفيديو من الاول للاخر. اول حاجه نعملوها هي ان نغسلوا الشينه تاعنا نورمال، نغسلوها بيان هكا نتويوها، ومن بعد كان نقشروها، وكي نزيد نقشروها نزيد نغسلوها مره اخرى بيان القشوره دونك مع بعضاهم، ومن بعد نعمروهم في نبقاو نبدلوا في الماء باسكو لازم يكونوا بروبر البنات، ما تريسكيوش بالحوايج هذيا. من بعد نعمروهم بالماء ونحطوهم يغليو مده هكا حتى تشوفوا الماء هذاك بدا ينصل، والريحه تاعهم ريحه فحفح لكم تبانش وش طيبوا في حاجه في الدار. والناس اللي عندهم هكا يحبوا راحه نفسيه واحد يعملوا هديه الماء ويخليوه يغلي، يمد لهم راحه نفسيه في الدار، يبقاو يشموا فيه هكا. المهم بعد ما يغليوا مليح ويشوفوا هذيك الشينه طابت ونصلت الماء تاعها، تنحيوها وترحيوها بالميكسور نورمال، تجيك كيما هكا. ومن بعد تصفيوها، بعد تجينا واحده خاطره شويه، يجينا هكا الماء هذا تاعها، ولا شفتوه كيفاه يجي كيما هك. هذا نعاودو نحطوه يطيب في باماري، تسمى تحطوا الماء هكا من تحت كيما حطينا، وفوقو هذه الكسرونه صغيره وفيها هذيك الوحده معاها مغرف تنشا على حساب الكميه تاعكم، وتبقاو طيبوا فيها كيما الكريمه، ما تحبسوش على التحراك خلاه عبالكم من شي كركب. من بعد نزيدوا لها كي نطفيو عليها ونحيوها، نزيدوا لها يا اما ماء الورد كيما درت انا، يا اما نزيدوا لها فيتامين او هذوك لي كابسول نعصروهم فيها، يا اما تعملوا زيوت ملاحه لابو كيما زيت شجره الشاي، زيت شو اسمه، تقدروا ديروا زيت تاع اللوز، زيت تاع شو اسمه، تاع القارص، زيت الورد، اي حاجه يعني عندها من الزيوت اللي فوائد للبشره حسب انتي واش تطلبي في وجهك. وكيفاه تابليكيوه هذا، تحطوه في علبه هكا وتخليوه مده اسبوعين ماكسيموم في الفريجيدير لازم. وتخدموا بعد ما تكونوا عملتوا تقشير لوجهكم ونظفتوا وجهكم بيان، تعملوه ماسك وتخليوه، ما تحطوش في الدائره العينين هذيك، تخليوه مده 20 دقيقه هكاك. ومن بعد تغسلوا وجهكم بيان وتعملوا ما ورد ولا تمسحوا به، ومن بعد رطبوا وجهكم. عنده فوائد ياسر، يرطب البشره، ينقص من التصبغات، الناس اللي عندها الكلف ريح ينقص لكم منه، ويعزز انتاج الكولاجين في الوجه. وش هو الكولاجين؟ هو كي ينقص في الوجه يعمل تجاعيد، تسمى هو ريح يكثر منه باه ما تجيكمش تجاعيد في وجهكم. وايضا الناس اللي عندهم حبوب الشباب ينقص منها خلاه على خاطر هو يعاون هذوك الجروح والحبوب انها تتلم. ويوحد لون البشره، وهي اكثر حاجه انا شفتها فيا. المهم البنات، هذه هي الفيديو تاعنا، ان شاء الله تكون عجبتكم. ما تنسوش تخليوا لي اذا عجبتكم الجيم، واللي عندها اي سؤال ولا حاجه تخلي لي في الكومنتير نجاوب عليكم. اي اسئله ولا تحبوا دي ماسك ولا دي فيديو هكا قولوا لي، استنوني في الفيديو الجاي ان شاء الله. باي.